يا عيال وصلنا عرش بلقيس، شوفوا قدامكم. بس بحاول اصور لكم يعني الاماكن. ها هذا وش؟ ها؟ بما ان التصريح عاده ما قد طلع حق اني اروح اصور في مسجد نبي الله سليمان، فقررت اني اليوم اروح عرش بلقيس. طبعا هذا عرش بلقيس انا لحد الان عادي ما قد رحته، الفيديوهات اللي قاعد انزلها في قناتي هذه كلها عن معبد دوام، ما هو عن عرش بلقيس. عرش بلقيس عادي ما قد رحته، فاليوم قررت اني اروح. بس قبل ما اروح بروح المستهلك اخذ قليل اقراض من هناك. يا الله يا كريم. وشو تشتري مهند؟ بورة 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 بورة. والله مشينا. الأجواء اليوم والله فخمة، الأجواء اليوم فخم. شوف كيف السرعة، شوف شوف. ها يا عيال وصلنا عرش بلقيس، شوفوا قدامكم. هذا هو عرش بلقيس قدامكم. مهند من وين؟ نضرب من هنا يلا. جوه ابو امان. طيب اضرب من هنا. ها وصلنا. هذا هو عرش بلقيس. شوف هذا المكان، هذا كان عرش. ها؟ ايه لا ما يحتاج. طبعا هذا واحد عارف في العرش، يقولون انه له خبرة في العرش ولها خبرة في الامور، فبروح عنده اشوف. قلت لي انت لك خبرة يعني، لك علم في التاريخ. هذا وش هو؟ يا ولد هذا وش هو؟ هذا عندك وجه الحصان اللي كان بالقيس. وش يعني؟ هذا مجرى مي ينزل من شوف من اللي فوق هذا. ايوه يتدرج لعندك. ايوه كان المتستنجي وغابة تعبد الشمس هنا. نافورة يعني. نافورة هذه صح؟ ما بس شوف كيف يا ولد، اقسم بالله كيف صنعوها. شوف الارجل هنا. هذه كانت حق التماثيل. شوف شوف الارجل حق التماثيل هذه. ايوه كانت توقف التماثيل هكذا. هنا تمثال وهنا تمثال طبعا. ايوه شوف. ما فضحهم الا الهدهد، ولا كان شيء يعبدوا الشمس مدري كم سنين. مش الهدهد قال هنا يفضح امرهم انهم يعبدون الشمس. بس يا اخي وينه يا اخي؟ شوف قصرها وين هو؟ نبغى القصر اللي كانت تنام فيه وتقعد فيه. القصر الذي كانت تنام فيه في صرواح. يعني كانت تروح كل يوم تروح تجي هنا. منطقة صرواح هناك القصر، وهنا العرش، وهناك المعبد. الحين هذه النافورة كيف بتطلع ماء؟ ابى اعرف. النافورة هذه ما في حاجة بس ما كان. آخر تعود إلى مئات السنين، آلاف السنين، يقول لك 7500 سنة. يعني تاريخ، يعني يمكن إنه أقدم حضارة بالعالم هي حضارة سبأ أكيد. حضارة سبأ. هم ليه سموا اليمن أصل العرب؟ عشان هذه الحضارة. يقول لك إن العرب كانوا هنا. شوف بعدين يوم انفجر سد العرم اللي شوف ذكرها بالقرآن، الناس كلها هجت. فأرسلنا إليهم سيل العرم. يقولون ان هذا المكان كانت تقعد فيه القادات حق سبأ. بعدين هذه شوف مصنوعة من الرخام. شوف هذه الاماكن كلها. هنقرب قعدنا هنا ها كذا. ويقولون ان هنا كان في بحر
بس وش قصة ذاك العمود اللي هو مقصوص؟ يا جماعة عندي قصة عن جدنا السبي الكبير. بس الحين أنا ودي أقول القصة، بس مشكلة يعني كيف أشرح لكم؟ المشكلة إن الجوال بيحتر والجوال طفى. رحت صبيت عليه ماء ثلج لين برد شوي، بعدين قلت خلاص إن الجوال يحتر. شمس الله لا وراكم، والله شمس يا جماعة. ما يصلح إني أنا ما أقدر أقول القصة وأنا كذا متضايق، ضروري إني يكون برد كذا، ما أقدر أشرحها. بس بحاول أصور لكم يعني الأماكن. ها أبو أحمد أبوه هذا وش؟ هذا يكتب اسمه محمد علي، حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا هذه كلها من رخام، شوفوا كيف، وهذه كلها من رخام. هذه كلها من رخام، بس هذه مدري وش هي يا جماعة. شوفوا كيف الأسامي، الله المستعان. ليش يكتبوا أساميهم؟ هذول الأسامي محمد علي السويداني، ليش يكتب اسمه؟ يعني يفكر يوم يكتب اسمه إنه مخلد بيكتبوه بعد بلقيس ولا كيف؟ من السودان. من السودان جاء وكتب اسمه هنا محمد علي السويداني. لا ادري يا قلة حياة يوم يكتبوا اساميهم. نشوان البغي ابو احمد نشوان، والله نشوان صدق. هذه كلها من رخام. شوف طبعا هنا على ما قالوا ان كانت القادة شوف تجلس هنا، القادة كامل كانت شوف تجلس هنا على ما قالوا. هناك كمان في هناك من رخام. مشينا من هنا. هذه وش هي الحفرة؟ هنا ها؟ والله بس يا ولد. ها وش هي؟ وش مكتوب هنا؟ كلمتين يا اخي هذا اظنه طاح يا اخي. يا اخي في كلمتين بس صغيرة، هذه في إنه كلمتين. بنترجم هذه ونشوف هذه وش هي. فنان. اي صح. مشينا. هذا وش يا ولد؟ ابو احمد ابوه. والله نطة قوية يا ولد. ها شوف على منظر، شوف هذه هي الطبيعة. الثمرات اللي كانت تاكل منها عرش بلقيس اللي قد سبها، وهذا العرش حقها. شوفوا كيف هذا العرش وهذه المزرعة. شوفوا كيف الطبيعة يا لبي. هذا العرش تلقى هذه المزرعة صدق. كانت مع عمال يقطفوا اللي يملموا هنا ولا كيف؟ أنا أجيب لهم مناصف. أنا والله العظيم بالنسبة لي أن هذا المعبد هذا العرش ما هو شيء، يعني ما هو أن المعبد عندي أهم من العرش. بس المعبد أهم من العرش يا رجال. هذا اللي هيعمل ذاك مدفون تحت. بس هذا الذي مسكه رتبه. أنا أظن هذا صح الذي مسكه، اللي مسك هذا العرش كيف رتبه، كيف خلى حراس. صح خلى حراس كذا، وممنوع تدخل إلا ببطايق. بس ذاك المدفون ذاك تدخل حتى بدون بطاقة سهل. طبعا يا اخوان هذا هو العرش. اتمنى تكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو. الحين شوف رايحين المعبد. الحين حنا رايحين المعبد، بس هذا العرش شوفوا كيف قدامكم. بنروح المعبد ذا ماشي منه، والله المعبد اهم من ذا. عن ايها العرش، هذا العرش قدامكم شوفوه. انا خلاص بنروح. يا اخي هذا منظم. هذا منظم. هذا في نظام، في حراس. نروح عند ذاك الثاني، نروح عند الثاني. والله في حراس، في دخول البطاقة، وفيه والله يا جماعة أنا صدق ما حبيت هذا. أنا أحب الثاني أفضل. لا حبينا هذا على النظام اللي فيه. كيف؟ حبينا هذا على النظام اللي فيه. بس أنا في نظام صدق، يعني في نظام، في اهتمام هنا، في اهتمام. نعم صح. ذاك المدفون ما في اهتمام، ما فيه. المكنة المدفون فيه حاجة أكثر من ذا. كيف؟ بس هذا اللي مسكوا يقولوا ناس. حتى أنا يوم رحت هنا شفت الحارس قال لي وش بتقول عن عرش بلقيس؟ أهم شيء هذا تاريخ عدل. قال لي أهم شيء قال لي أهم شيء وش بتقول عن عرش بلقيس، وش بتقول، لأن هذا تاريخ عظيم. انتبه
بكلمة كذا ولا كذا، ما خلاني أتكلم كنت. فأنا يا جماعة بنروح المعبد، متجهين الآن المعبد. العرش قد رحنا، بس المعبد أنا عندي بالنسبة لي المعبد أفضل من العرش.